صراحة الموضوع اللي أنا حابب أتكلم فيه موضوع موجه للشباب، موجه للأهالي. موضوع مهم جدا، يعني يغفل عنه جميع أو غالبية، يعني خلينا نكون أوضح شوية. اللي أنا أفتكره زمان، يعني على أيام والدي وعلى أيام أهالينا بتوع زمان، ربنا يرحم اللي توفى منهم ويبارك في اللي موجود منهم. ما بقيناش نسمع كلمة عيب، كلمة اختشي يا ابني. ليه اغلب الاهالي عندهم غفله عن الموضوع ده؟ ليه اغلب الاهالي ما صدقوا ان عيالهم كبروا؟ ليه اول ما ابنك بيبدا ان هو يعتمد على نفسه، يعرف يمشي، يعرف يخرج، يعرف يقابل، يعرف يروح دروسه، يعرف يروح مدرسته، يعرف الامور دي كلها، بيبدا الاب وتبدا الام في سبحان الله، يعني اللي هو يا احنا ما صدقنا ان الولد او البنت بتعرف تخلص مشاورها، بتعرف تروح لوحدها، عندها القوة والقدرة ان هي تعرف ان هي تخلص مصالحها بنفسها. فبس كده خلاص، يعني خلاص، روح يا بنتي، روح يا ابني، يا سيدي، والله العظيم انت اللي هتجني وانت اللي هتشوف الامرين معاهم بعد كده. ابنك اسأل عنه، يا ابني بتقابل مين، اعرف اصحابه، اعرف بيروح فين، اعرف بيجي منين. مشكلة التربية الحديثة، سيب الولد براحته، سيب البنت براحتها، خليهم يتعاملوا، خليهم ينفتحوا على الحياة. يا سيدي ماشي، ما فيش اي مشكلة، ما تخليهم ينفتحوا على الحياة، خليهم يتعاملوا. بس فين انت دورك كأب؟ فين انت دورك كأم؟ فين الضوابط اللي المفروض تعرفوها وتعرفوها لعيالكم؟ فين يعني؟ فين يعني؟ انت دلوقتي كأب، هل انت على علم بكل اصحاب ابنك؟ هل انت على علم ابنك بيروح فين، بيقابل مين، بيسهر فين؟ هل انت على علم سلوكيات اصحاب وزمايل اولادك عامله ازاي؟ انت كأم تعرفي بنتك لما بتخرج من البيت رايحه درس، رايحه مدرسه، رايحه تقابل صاحبتها، مين صاحبتها، بنت مين، اخلاقها عامله ايه، الادب ايه ظروفه معاها؟ ولا انت اصلا مش بتفكري في اخلاق بنتك؟ يعني انت اصلا يعني كل اللي انت شايفاه من جانب بنتك، الجانب اللي انت بتلاحظيه بس في البيت، اللي بتلاحظيه وهي قاعده معاكي وهي ماشيه معاكي. هل انت دورتي ورا بنتك هي بتقابل مين، مصاحبه مين؟ طيب هل انت فكرتي ان انت تتابعي بنتك حتى لو من غير هي ما تعرف؟ وما تقوليش بقى التربيه الحديثه وهتبقى كده انا بتصنت عليها، او ان انا مثلا بدور ورا منها، هتحس ان انا شاكه فيها. كل اللي انا بقوله دلوقتي، ويا ريت تاخدوا بالكم منه، ان لما تدوري ورا بنتك ولما انت تفتشي ورا بنتك في سنها ده، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده، خصوصا في حالة الانفلات الأخلاقي وفي حالة الانفلات الديني وعدم السيطرة التربوية على أساليب وعلى حياة كتير جدا 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 من البشر اللي موجودين. فده أقدر أقول لك إن هو مش تصنت، وأقدر أقول لك إن هو مش مخالف للحرية اللي انت المفروض تديها لبنتك. اعملي كل شيء يخليكي تحافظي على بنتك، اعمل كل شيء يخليك تقدر تحافظ على ابنك. زي ما علمونا زمان وقالوا لنا زمان، العقدة اللي تقدر تفكها دلوقتي بإيدك، فكها دلوقتي بإيدك، عشان مش هتعرف تفكها بكرة بسنانك. بمعنى فيها إيه لما أدور ورا ابني برضه بأسلوب ما يوصلوش لمرحلة إنه يتخانق مني؟ صاحبه، يعني صاحب ابنك، وانت صاحب بنتك، انت خليك قدوه ليها وانت خليك قدوه لابنك. ما تاخدش ابنك مثلا معاك على القهوه، اتمشى مع ابنك في مكان لطيف، علم ابنك ازاي يصلي، خده معاك على المسجد، علم ابنك العيب والادب. علم ابنك، قول له يا ابني في حاجه احنا اتربينا عليها زمان اسمها عيب وما يصحش، واختشي وشوف الحاجه دي محتاجه مساعده اعملها لها، وانت شوف الحاج ده محتاج مساعده اعملها له، اماطه الاذى عن الطريق، مساعده المحتاج، اقرا له قصه. يعني علمه المعاملات، لان الدين هو المعامله. علمه ان هو ليه دور مهم جدا 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 في الحياه. علمه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء في الدنيا مسخر لخدمته، كل شيء مسخر لخدمته. علمه ان هو عنصر قوي جدا في التوازن البيئي. التوازن البيئي هو ابنك وبنتك، دول اساس المستقبل. فخم فيه وكبر فيه وعلمه ان هو شخصيه هامه جدا في الحياه.
ليه دور قوي جدا 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 بعد كده ان هو يطور من الحياه عموما، ما تخليهوش عايش على الهامش. هي دي فعلا التربيه، وهو ده فعلا انك تصاحبه. علمه ما يصاحبش غير اللي يصونه ويصون العيش والملح، علمه ما يصاحبش غير المؤدب، علمها ما تمشيش غير مع البنت المؤدبه المحترمه، تكون متربيه على الادب، متربيه على الاحتشام، متربيه على الصوت الواطي. علمها وهي ماشيه في الشارع ما تعليش صوتها وهي ماشيه هي وزميلتها. علمها وهي ماشيه في الشارع ما تضحكش بصوت عالي. علمها ان جسمها ده مستحيل مستحيل ان حد يلمسه، مستحيل ان حد يتطاول عليه. علميها ان انت كنز من كنوز الله سبحانه وتعالى في الارض، ما ينفعش ان اي حد سهل ان هو يوصل لك، سهل ان هو يلمسك. ما تعلميها يا ستي الكلام ده كله، علميها الحاجات اللي احنا افتقدناها في الزمن ده. علميها ان شياطين الانس كتير جدا في المجتمع. علميها ان ما تسمعيش بودنك حاجه تغضب الله سبحانه وتعالى. علميها، يعني احنا مش بنقول ان احنا نقفل على اولادنا ونحسسهم ان هم محطوطين في صندوق ازاز. لا، سيبوا الاولاد يعملوا كل اللي هم عايزينه، ولكن مهم جدا ان هم يعملوا كل اللي هم عايزينه بالطريقه اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم، بالطريقه اللي تحفظ لهم حياتهم، بالطريقه اللي تحفظ لهم سلوكياتهم، بالطريقه اللي تخليها وهي ماشيه في الشارع الناس لو شافتها يقولوا ربنا يبارك للي ربتها، ربنا يبارك للي رباه. علموهم الحاجات دي كلها. الحاجات دي كل الناس دلوقتي بقت بتخلف وترمي في الشارع من الاخر، الا طبعا من رحم ربي يعني. بس الناس بقت بتخلف عيالها اول ما تشد حيلها شويه سيبيها، هي عارفه هي هتعمل ايه. انا واثق في بنتي. يا سيدي انت واثق في بنتك، يا سيدي الناس كلها واثقه في عيالها. احنا مشكلتنا مش في ثقه سيادتك في بنتك ولا ثقه سيادتك في ابنك، احنا مشكلتنا في الدنيا الخارجيه اللي هم هيقابلوها. مشكلتنا مش فيك انت ولا في اولادك، مشكلتنا ان زي ما قلنا شياطين الانس يتعاونوا مع شياطين الجن لافساد الدنيا. فين دورك انت بقى كأب؟ فين دورك انت كأم؟ هل لما بنتكلم في الامور دي بقول لكم يعني نقفل على اولادنا يعني وما نخليهم؟ يا سيدي لا، ما حدش قال لك اقفل يا سيدي عليهم، وانت يا ستي ما تقفليش عليهم يا ستي. ما حدش قال لك ان احنا نحبس ولادنا، بس في حاجه اسمها ان انت راعي ومسؤول عن عيالك، وان انت مسؤوله عن بناتك، ان انت مسؤوله ان انت تعرفي خط سير بنتك عامل ازاي، وانت مسؤول انك تعرف ابنك بيخرج بيروح لمين وبيقابل مين وبيصاحب مين وبيمشي مع مين. هو انتوا ليه محسسيني ان هو لما نشغل مود الابوه والامومه ان احنا خلاص الباب يتقفل، بنتي ما تخرجش، صاحبتك دي وحشه دي؟ لا يا ستي ولا يا سيدي، مش كده. المشكله كلها بقى في الاساس نفسه، في التاسيس. ان انت لو كنت علمت بنتك وعلمت ابنك من الاساس قواعد اختيار الصديق، قواعد الادب والذوق العام، قواعد الادب والدين بيحثونا على ايه، وان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بايه ونهانا عن ايه من البدايه، من الاساس، ما كانش هيبقى في عندك بقى كل الطاقه ان انت تقعد تلف وتدور على كل. احنا بنتكلم على اللي نسي ياسس. عندك الوقت انك تلحق، عندك الوقت انك تلحقي كأم، وانت عندك الوقت انك تلحق كأب، انك تنقذ الوضع، لان الوضع فعلا فعلا مصيبه. ان لم يتم انقاذ الوضع الان فهو في كارثه. بمعنى ايه؟ بمعنى انت متخيل انت كأب دلوقتي وانت كأم اولادكم المستقبل اللي هم داخلين عليه كم هو مليء بالفساد الاخلاقي والفساد البيئي وفساد القيم وفساد التربيه. انت متخيل وانت متخيله انت؟ انا لو حاولت يعني لو فضلت اشرح ليكم الموضوع صعب قد ايه، مش هقدر اوفيكم الشرح الكافي للموضوع. احنا على مشارف مصيبه اخلاقيه بعد كل اللي احنا بنشوفه ده، وبعد كل الوساخه وقله الادب. وانا اسف جدا 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 على الالفاظ، لكن الالفاظ دي هي بس اللي تقدر توصف الوضع. ما ينفعش بقى نقعد نجمل بقى واحنا يعني اوبن مايند وان دي حريه. ما فيش الكلام ده كله. لا قدر الله ربنا يحمي ولادكم، لما هتحصل المصيبه اللي هتفكري بقى في اوبن مايند، مش هتفكري في كل الكلام ده كله. وانت بقى مش هتقول لي بقى التربيه الحديثه ولا التربيه القديمه ولا الكلام. انت مش هتفكر في كل ده. انت هتشوف قدامك ابن حصلت معاه مصيبه او بنت حصلت معاها كارثه، ويلا بقى انتوا يلا خلي بقى التربيه الحديثه تنفع، وخلي الانفتاح وخلي الحريات تشتغل وتنفع. انتوا ليه مش قادرين تعملوا ماتشنج ما بين التربيه والاصول والاخلاق؟ ولا الاصول دي كلمه احنا نسيناها، كبار وصغيرين نسوها.
الناس نسيتها، ما بقاش في حد دلوقتي يعرف الاصول. تاني برضه بين قوسين الا من رحم ربي، وحاجه قليله جدا. الاصول يا اخوانا، الاصول اللي اتربينا عليها. يعني ايه اصول؟ يعني ايه هو انا هسالك سؤال ويا ريت تجاوبوني على حاجه زي كده، واللي يقدر برضه يكتب لي في الكومنتات يكتب. اخر مره سمعت فيها كلمه عيب امتى؟ بس سمعتها في وضع كانت لازم تتقال فيه، اللي هو ايه؟ عيب يا ابني كده ما يصح، عيب يا بنتي كده اللي انت بتعمليه ده. اخر مره سمعتوها امتى؟ ما اعتقدش ان هي بقت بتتقال اصلا. كلمه عيب اللي احنا اتربينا عليها لما بيحصل حاجه. ده انا ابويا كان بيفتح الباب الله يرحمه، يفتح الباب من هنا في حاله من الانتباه بتحصل، من الاحترام والادب. مين دلوقتي بيقول لابنه قبل ما يروح المدرسه او قبل ما يخرج مع اصحابه والكلام من ده؟ مثلا هنضرب المثل على يوسف مثلا، يعني الابن يوسف. بص يا يوسف، وانت ماشي في الشارع ربنا سبحانه وتعالى مراقبك. مش شرط يكون بابا معاك او ماما معاك، انت ماشي في الشارع في ربنا سبحانه وتعالى بيراقبك. اعمل الخير ما تعملش الشر. اوعى تشتم زميلك، اوعى تضرب زميلك. لو في حاجه في الطريق ممكن تاذي الناس شيلها حطها في جنب. اوعى صوتك يعلى وانت ماشي في الشارع. اوعى تعاكس بنت، اوعى تبص على بنت، اوعى. الحاجات دي كلها عيب يا يوسف تتعمل عشان ربنا يحبك، علشان خاطر ربنا اللي انت هتعمله دلوقتي هتلاقيه بعدين. وكل الرولز دي اللي بتتقال دي كلها نوادر جدا 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 جدا، ممكن اقول جدا دي لسنه قدام ان هي تكون بتتقال في بيت من البيوت اللي موجوده دلوقتي. بابا انا ماشي، يلا ماشي يا حبيبي مع السلامه يا حبيبي، خد بالك من نفسك، وخلص الموضوع. ماما انا خارجه عايزه حاجه، رايحه فين؟ رايحه عند علا صاحبتي. طيب ماشي يا حبيبي، روحي عند علا صاحبتي. عرفت انت سيادتك مين علا؟ قابلتي والده علا وحاولتوا ان انتوا تعملوا مع بعض تحالف كربات بيوت واصحاب بيوت ومسؤولات عن اسره، نعمل تحالف انا وام علا كأم مي مثلا. انت ام مي وهي ام علا، نقعد مع بعض. ازيك يا ام علا عامله ايه؟ انا والده مي، انا بنتي مي مصاحبه علا بنتك. يعني يا ريت والله ان احنا نكون اصدقاء بناء عن الصحوبيه بتاعتهم دي. شرف ليا ان انا اكون صاحبتك، وشرف ليا ان انا اتعرف عليكي. يا ريت نحط ايدينا في ايدين بعض ان احنا نتابع البنات ونتابع خط سيرهم. لو في حاجه ظهرت من بنتي دي زي بنتك، يا ريت تنصحيها وتبلغيني بيها عشان اخد بالي منها. والعكس صحيح برضو، لو في اي حاجه بدرت من بنتك انا ابلغك بيها. ويا ريت نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نحافظ عليهم في ظل المجتمع الفاسد اللي احنا عايشين فيه ده، او في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. انت شايفه وسامعه القصص والحكايات، وربنا يحفظ بناتنا جميعا. فيا ريت نحط ايدينا في ايدين بعض وتشرفيني في بيتي، وانا اتشرف ان انا اجي عندك ونزور بعض ونود بعض ونعمل اسره فوق الاسره. طيب سؤال كمان ويا ريت تجاوبوني عليه في التعليقات. هل الكلام ده وحش؟ هل الكلام ده يقلل من الذوق العام في حاجه؟ هل الكلام ده يقلل منك انت كأم؟ هل الكلام ده لو خدنا بالنا منه قبل فوات الاوان مش احسن لينا لما نرجع بعد كده لا قدر الله تحصل مصيبه ولا حاجه؟ صاحبتها انا ما اعرفش صاحبتها مين، هي كانت رايحه فين ولا جايه منين، ده انا اتفاجئت ان جالي تليفون ان نلحق بنتك في الحته الفلانيه. هل لما نسعى ان احنا ناسس البنت بالشكل ده افضل، ولا لما نتفاجئ بمصيبه لا قدر الله، بخبر لا قدر الله ممكن يسبب فشل ويسبب كارثه في البيت وهدم للبيت كله بسبب ان انا ما كنتش فاضيه؟ والله انا كنت مشغوله بشغلي، ولا مشغوله بصحباتي، ولا كنت معتمد على ابوها وابوها يقول انا كنت معتمد على امها. طب انتوا الاثنين معتمدين على بعض وفي حاجه بتبوظ هنا، يعني في هنا مصيبه بتحصل، في هنا كارثه بتتبني وانتوا مش واخدين بالكم، ولما هتتهد على دماغكم انتوا. وعلى الشق الثاني بالنسبه للولد، ابو يوسف يقابل والد احمد صاحب يوسف ابنه، يقول له ازيك يا ابو احمد عامل ايه؟ انا والد يوسف، اتشرفت جدا بيك ومبسوط جدا ان انا ابن يوسف بقى بيحب احمد ابنك، والاتنين بصراحه في علاقه اخوه قبل ما تكون علاقه صحوبيه. نتمنى ان انا وانت نحط ايدينا في ايدين بعض، نشوف ولادنا لما بيخرجوا فين، بيقابلوا مين، بيقعدوا فين. حتى لو بشكل غير مباشر. احنا شغلتنا في الحياه ايه ودورنا في الحياه ايه؟ ان احنا نطلعهم يكونوا احسن مننا وظروفهم تكون احسن مننا، وما يعيشوش اي الم او اي ظروف صعبه احنا عشناها. فبالتالي يعني افضل ليا وليك ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نتابع ولادنا. لو شفت حاجه من يوسف ابني انت زي ابوه اتصرف معاه على طول بشكل مباشر. انا مش هلومك على اي حاجه، لان انت اكيد هتتعامل معاه من منطلق الاب. وانا نفس القصه، لو شفت ابنك احمد في اي ظرف او في اي حاجه لا قدر الله هتعامل معاه بشكل مباشر، وكاني انا ابوه هتعامل معاه بشكل يليق
بالاخوه ويليق بالعشره اللي هتكون ما بيننا ان شاء الله. اتشرف ان انت تشرفني في البيت، وانا اتشرف طبعا بان انا ازورك، وتكون الاخبار بتاعت الاولاد ما بيننا احنا الاثنين يعني رايحه جايه كده ان شاء الله، ونحاول ان احنا نحوط عليهم. انت شايف الشباب عاملين ازاي، وشايف المجتمع بقى عامل ازاي. نحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نديهم الدعم الكافي بيني وبينك، ان احنا نطلعهم ان شاء الله بافضل ظروف، ونحاول ان احنا نعدل الميله بسرعه قبل ما تميل على الاخر وما نعرفش نعدلها. شفتوا الكلام؟ يعني الكلام ده عيب؟ الكلام ده وحش؟ هل الكلام ده يقلل من قيمتك كراجل قدام الشخص اللي انت بتكلمه؟ هل الكلام ده يقلل من قيمتك قدام ابنك؟ زي ما قلت لكم قبل كده بخصوص البنات، نفس القصه بخصوص الولاد. الولاد دلوقتي مصيبه سودة في الشارع، ماشيين في الشارع بدون ادنى نوع من انواع الضبط، سواء الضبط النفسي او الضبط الاخلاقي او الضبط الديني او الضبط الاجتماعي. حاله من انفتاح، سوري انا اسف، القذره اللي ممكن تخليك تشمئز وانت ماشي في الشارع. اغلب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هيبقى بالنسبه للجيل الجديد. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام اللي مش مفهوم طبعا يعني، او مش موضوع مش مفهوم. كلامك وحش جدا. ايوه ما طبعا هيبقى كلامي وحش جدا. ما هو انا كلامي هيبقى بالنسبه لك يا ابني وحش جدا، لان انت يعني مش قادر اقول ان انت ما تربيتش عليه، لكن للاسف الجيل بتاعنا اللي اتربى على الكلام ده هو اللي بيعاني دلوقتي. هو اللي حاسس ان هو بيعوم عكس التيار، هو الوحيد اللي بيقابل الموج كله بصدره والناس كلها في اتجاه وهو في اتجاه تاني. ليه؟ لان احنا اتربينا على الحاجات دي فعشناها، حسينا بحلاوتها. نفسنا انتوا تحسوها كمان، نفسنا تحسوا حلاوة ان يكون في حد مسؤول عنك، حلاوة ان يكون في حد واخد باله منك. قبل اي حاجة حلاوة قربك من الله سبحانه وتعالى. يا سيدي خد مني الكلام يا سيدي وارميه لو ما عجبكش، بس احنا حسينا بحلاوة ان احنا في اهل، في قامة اسمها الاب، وفي قامة اسمها الام، في اسرة، في بيت، في كيان، في قواعد محطوطة علشان البيت يكبر، في قواعد محطوطة عشان الاسرة تستمر في التوسع وفي الرقي، في الذوق العام. في حاجات كتير قوي كانت محطوطة بتخليك بتحاول على قد ما تقدر تخلي اللي يشوفك يدعي لوالدك ووالدتك، لا يسبهم ولا يلعنهم ولا يقول ايه التربيه دي. لا يا سيدي، انا الناس دي ما كانتش بتتعب وبتشقى وبتشتغل وبيشوفوا الويلات عشان خاطر يكفونا، وعشان خاطر يربونا، وعشان خاطر يكسونا، وعشان خاطر ياكلونا، وفي الاخر نجيب لهم الشتيمه. لا، الناس دي ما تستاهلش مننا كده. الناس دي تستاهل مننا كل خير. الناس دي تستاهل ان احنا نشرفهم على الاقل قدام الناس. هم كده كده المفروض يتشرفوا بينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. فيعني هنخلي العلاقه بينك وبين ربنا، خلي العلاقه بينك وبين ربنا يا سيدي. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم بيه. طب شرف والدك وشرف والدتك قدام الناس. ليه تخلي الراجل الكبير اللي يشوفك في الطريق كده يقول ايه المنظر ده؟ ايه الشكل ده؟ ايه التربيه دي؟ والله العظيم ده اللي ده تربيه وسخه. هتتقال كده، ما هو احتراما يعني، انا اسف جدا ان هي بتطلع الكلام، لكن هي ملهاش كده يعني. لكن هي ملهاش غير كده، هي ملهاش كلمه ثانيه غير كده. خلينا بقى يعني، بص اجيبها لكم كده على ايه بالبلدي. يعني خلينا كده يعني انا عارف ان ممكن ناس تكون بتشوف الفيديو، او ابهات يكونوا بيشوفوا الفيديو ده، وامهات بتشوف الفيديو ده ما سمعوش، او مش هقول لك ما سمعوش، بالنسبه لهم ده كلام قاسي شويه. فبالله عليكم حافظوا على اولادكم، حافظوا على بيوتكم. اقعد مع ابنك، اقعد مع بنتك، علموهم الحاجات دي كلها احترازا من اي مصيبه ممكن تحصل بعد كده. ربنا يحمي اولادكم ويسترها علينا وعليكم، ويجعل اللي جاي ان شاء الله افضل للجميع. وما تنسوش الصلاه على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.